مردومة بك عشقك ما دارلي، نسيتي الفرصي وانا ما ناسي وما درنا والو. انا والغرام باي باي نقولها ليك طاي طاي، بعتي الهضرة والكلام رجل طوال. يا كنت نبغيك بالبال شحال صبرت شحال، كنت مخليك الحلال ما درنا والو. كنت مخليك الحلال ما درنا والو. كديري كافي مردومة بي عشقك ما دارلي ما دارلي. هسه اني وسط الرباط، وسط الرباط اكو مطعم دار الناجي. طبعا مسمع على كل مغربي يقول اذا تيجي الرباط وبتاكل بهذا المطعم كانك ما زرت الرباط. يقول الاكل التقليدي المغربي. على زين شافت عينيها ادتني الشاونية، زينها مدفون بين الجبل سبحان العالي. العيون حشمانة سبحان مولانا، زينها مدفون بين الجبل سبحان العالي. وطلبت اكلات مغربية اصيلة. هم عندهم يعني اطباق رئيسية مغربية، غير المغربية ما عندهم بسطيلة. هسه من المقبلات طلبت بسطيلة الدجاج. انا ذوقتها فاس بس كانت صغيرة. هاي البسطيلة الأصلية خلينا نجربها ويا السكر مالته وياه ونذوقها. بسم الله. الحشوة دجاج ولوز، يعني قاعد تاكلون شيء حلو نوعا ما، يعني حلو مالح بس لذيذة والله. هذا الدجاج واللوز. 10/10. وذيك البسطيلة الماكلة هذيك مو الأصلية، هالأصل هذا الطعم مالتها بس طعم غريب. الطرفة على السكر على الدجاج وعلى اللوز مالح حلو. أول مرة أجرب هيجي طعم بس لذيذ. خليكم وياي نجرب الأطباق الرئيسية الثانية. عن هاي الأكلة أول مرة أشوفها بحياتي، يعني بالآن جاي المغرب 6 مرات. اسمها سفة مدفونة. شكل واو، عبارة عن شعرية، جبل من الشعرية وعليه اللوز وسكر مطحون والقرفة وشنو المدفون جوا طبعا نكتشفه سوية. قاعد استكشف هنا شعرية اوكي، وكو شي قاسي دجاج. شعرية والقرفة والسكر واللوز والزبيب المذوق. بسم الله. طعم غريب، طعم اقرب شيء لين هو بيه السكر وبيه القرفة وبيه اللوز، شوي طاني للبسطيلة مال الدجاج شوي بس مختلف هو، بس الطاني الحلاوة مالتهم مال القرفة والسكر واللوز الطاني والدجاج الطاني شوي على البسطيلة مال الدجاج، بسطيلة الدجاج. بسم الله. الطبق الثاني لحم بالبرقوق. بسم الله. تعال نجرب اللحم بالبرقوق.
هي لحم البقري مبينة بالذايبة، ذايبة ذوبان. ما أريد أعيش بالمغرب. خلي أجربها بالبرقوق. بثرة البرقوق حامض حلو، رهيبة. يعطيك الصحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورا المعركة معركة هسه النفس على قد باقي شنو النفس يطلع ويدخل. شبعت ما شاء الله. الأكل لذيذ جدا من لحم بالبرقوق شو اسمه والسفاية خطيرين. يعني بس أنا عجبني السفاية أكثر، يعني فشي جديد علي. هسه يعني جاء دور الحلويات، حلويات المغربية. شو عندهم؟ طبعا جابونا الشاي، يعني هذا ضروري. وعندهم كعب الغزال والفقاص، هاي ما اعرف اسمها الدبلوج هيك شيء. انتم صححوا لي بالتعليقات. فهنذوق كعب الغزال، انا موت عليها. بسم الله. وذقتها الأغنية اشتغلت مو بحدي. يا عمري هذا الفقاص. كانت كعب الغزال. مختصين ومميزين بالحلويات المغربية، ملاحظين كله المطبخ كل ما هو مغربي عندهم من الحلويات والأكل مغربي بس. وندعي إن شاء الله يرحم شهدائنا في فلسطين، وقلوبنا إحنا مع فلسطين، وإحنا كنا الشعب العربي كنا فلسطين. إن شاء الله يعني ترجع أرض القدس للعرب كلها. سلام.